كوكو كبيدات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في افضل الاحوال ديالكم ان شاء الله يا ربي. في فيديو جديد اليوم غنشارك معكم واحد الخبيزات معمرين في الفران وخاصين لاصحاب الريجيم. يعني واخا دايرين الريجيم تقدروا مره تاكلوا شي حاجه بحال هكا. المهم اهم حاجه انكم ما تضربوش كلشي في الزيرو. انا هنايا كنصوم الاثنين وخميس، كنقول علاش لا، كنبغي شي حاجه مالحه في الفطور باش ما نخسرش الريجيم. يعني كناكل واحد لا كونتيتي صغيره وكامل كيكونوا صحيين. هادو بالدقيق ديال كامل. هو صراحه كيجي صعيب غير في الدكراس ديالو صافي، ولكن راه جا لوغو ديالو زوين والحشوه راه زوينه وصحيه. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للحشوه انا خديت هنا صدر ديال الدجاج مقطع، خديت معاه فلفله ملونه، فلفله خضراء وفلفله حمراء وواحد البصيله مشلضه. يعني درت الخضره مع الدجاج اكثر من الفيرميسيل. بالنسبه للفيرميسيل راه خديت غير 100 غرام، غير واحد شي شويه مقارنه مع الحشوه راه واحد الكميه قليله، ومره ماشي مشكل. اهم حاجه اننا كما قلت لكم نديروا يكون الطبق صحي. بالنسبه للتوابل انا خديت التوابل كاملين. عندنا تما الخرقوم، سكينجبير، البزار، الملحه، وخديت الكمون، وخديت نص معلقه ديال القزبر اليابس كيجي فيهم زوينين، صلصه الصوجا، ودرت غير زيت الزيتون فقط، ما درتش الزيت البلدي الزيت النباتيه. هنا ناخذ داك الفلفله مع البصله، كنديروا لهم 2 معالق ديال الزيت البلديه وكنخليوهم على نار مهيله حتى تيهبطوا لنا على خاطرهم. عاد باش كنضيفوا لهم الدجاج، ضفت تما حمض مصير، ربيع، قزبر ومعدنوس مخلطين، والتوابل اللي ديجا ذكرت. هنايا شوفوا الحشوه راه جات زوينه صراحه. هي اهم حاجه هو انكم ديروا نار مهيله بزاف باش ما تحرقش لكم الحشوه وما تحتاجش كميه زيت كبيره. هنا درت الزيتون مقطع، وخديت كما قلت لكم الفيرميسيل راهي 100 غرام غير شي شويه. ضفت لهم صاجات الصوجا، وشوفوا تبارك الله كيفاش جات الحشوه. عرفتي راه جا فيها واحد اللوغو زوين بزاف. ضفت لها فرماج حمر، والفرماج حمر حتى هو ماشي ممنوع على اصحاب الريجيم، يعني حتى هو ماشي مشكل. يعني هذا الشيء درت كامل الحشوه درتها صحيه. الفيرميسيل قلت لكم خديت هي كميه صغيره. بالنسبه للعجين انا خديت غير معلقه وحده د الفرص اللي زدت ليه. وصراحه اللي جاني صعيب فيه هو انه جاني صعيب فاش كنت كنصايبهم كيتقطع لي العجينه ملي ما فيهاش الفرص. قلت لكم منين ندير الريجيم ما بغيت ندير لهم حتى شي اضافات. درت لهم هي الخميره والملحه، معلقه كبيره د النيدو والدقيق الكامل، ودرت لهم واحد معلقه صغيره ديال الخل. عوضتهم كندير في العجينه نورمالمون ديال لي شوسون 2 معالق زيت نباتيه. منين انا ما كناكلش زيت نباتي دابا في الريجيم، عوضتهم ديك معلقه صغيره ديال الخل وجمعتهم غير بالماء الدافئ فقط. وهنايا من بعد ما الحشوه ديالنا بردات باش ما تزيدش تقطع لنا العجينه. اصلا العجينه جات صراحه كتقطع، ولكن صدقوني راه جا لوغو ديالها زوين. هي صعيبه شويه في الدكراس حيتاش فيها غير الكامل بوحدو، ولكن في سبيل الرجيم ماشي مشكل. نعطيو الاتساع للفرص. وهنا من بعد ما خمرت لينا العجينه ديالنا غنقرصوها، غنكوروها عفوا كويرات صغارين، ما تكبروهمش حيت الفورس كيتنفخ لينا، ولكن الكامل راه ما كيتنفخش. يعني الحجم اللي درتوه هو اللي غيبقى، وخصو وقيته باش يطيب. يعني ماشي بحال الاخرين كيكون الفورس كيتنفخوا دغيا وكيطيبوا دغيا. هادو صراحه خداو مني وقت في الطياب وقابلتهم وجاوني صعابين في التحمار، ولكن خداو مني وقت. ولكن فريمون فاش تحمروا عطاو واحد التحميره اللي هي زوينه والله العظيم. درت فيهم واحد التحميره زوينه كما كتشوفوا سبيسيال. ولكن عذبوني. درت لهم بالنسبه للتحمير درت لهم صفار ديال البيضه مع معلقه كبيره ديال الحليب، وخليتهم شحال هما في الفران عاد باش تحمروا. ولكن النتيجه راه كانت زوينه بزاف، ولوغو ديالهم راه جا غزال بزاف. نتمنى من الله تجربوهم ما غتندموش عليهم. وشوفوا تبارك الله كيفاش جات الحشوه من الداخل. وكما قلت لكم اللوغو راه جا خطير بزاف. واخا غير بالكامل هو الكامل راه كيزيد البنه صعيب قلت لكم هي فداك التوراق ديالو في الطليق ديالو اللي كيتقطع. اما راه اللوغو راه جاو زوينين بزاف. وكيكون هذا هو الفطور ديالي من بعد ما صمت. عوض ما كنصوم صيام متقطع قلت صايمه ما كناكلش حيت هذوك المشروبات ووليت كنصوم الصيام العادي الاثنين والخميس. هذا هو الفطور ديالي. خديت 2 خبيزات من دوك الخبيزات اللي صايبت، بيضه مسلوقه، واحد نص كاس تقريبا ديال الحليب هذاك ولا ما كاملش، تميرات، وضروري اتاي مسدوس. يعجبو الفيديو ديالي ما يبخلش عليا بلايك، لاول مره كيشاهد القناه يشترك فيها وفعل الجرس باش دائما يوصل جديد. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.